قولي بصراحة، في حد في شغلك جاي على بالك دلوقتي بيقبض زيك أو أكتر منك بس إنتاجيته يدوب -1؟ حد ما بيعملش حاجة ومع ذلك محدش بيقرب له؟ كل ما حد يجيب سيرته يقوله يا عم خليها على ربنا، قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. الجملة دي شكلها رحمة، بس ساعات بتكون خنجر في ظهر الناس اللي بتشتغل بضمير. الشغل مش جمعية خيرية، والنتائج ما بتقدرش بالعواطف ولا بالقلب الطيب اللي بيعلق المقصر في رقبة المجتهد. هحكي لك عن منى وحسن والأستاذ جلال، 3 شخصيات في شركة ممكن تبقى شبه شركتك بالظبط. منى موظفة شاطرة منظمة بتحب تشتغل وتنجز. حسن موجود من زمان محبوب بس شغله يدوب. الأستاذ جلال عنده قلب طيب بس عنده كسل إداري أخطر من أي أسوأ. المشهد الأول، توزيع الشغل. يوم في الأوفيس، مدير التيم جايب بروجكت جديد وبيقول يا جماعة عندنا عميل مهم ومحتاجين الناس المضمونة تشيل. يبص على منى، منى هتمسكي الجزء الأكبر، انت اللي بنعتمد عليكي. وبعدين يبص لحسن، حسن شوف كده شوية حاجات بسيطة تساعد بيها منى، حاجات كده لايت لحد ما الدنيا تمشي. منى تبتسم ابتسامة مرة، حاضر يا فندم، بس جواها صوت بيقول ليه كل بروجكت مهم لازم أنا أشيله، وهو ليه موجود لو مش هيشيل حاجة تقيلة؟ مع الوقت بقت المعادلة واضحة، الشغل التقيل عند منى، الشغل اللي على قدنا عند حسن، والراتب قريب من بعض، يمكن حسن أعلى بشوية عشان قديمة في الشركة. المشهد التاني، حسن والإنتاجية السالبة. حسن مش شرير، بس اختار يبقى خفيف على نفسه وتقيل على الناس اللي حواليه. يجي متأخر شوية، الطريق كان زحمة، يمشي بدري شوية، عندي ظرف عائلي، مشاكل التيم، أنا آخر من يعلم. ولو مسك تاسك ياخد فيها وقت قد منى 3 مرات، وفي الآخر منى تدخل تلم وراه. زميلة تهمس لمنى يا بنتي انت ليه سايبة حسن كده؟ ما تقوليله يشتغل. منى ترد بكسرة هو أنا لو اتكلمت مش هيقولوا عليا إني مش تيم بلاير؟ وبعدين الراجل عايش على سمعة قديمة والمدير بيحبه. المشهد الثالث، المدير الطيب اللي بيدفع الغالي. مرة منى قررت تجمع شجاعتها وتدخل للأستاذ جلال. يا أستاذ جلال، أنا محتاجة أتكلم بصراحة، البروجكتات الكبيرة كلها عندي وبرجع البيت مش قادرة أشوف عيالي، وفي نفس الوقت حسن شغله خفيف جدا، وبرضه لما حاجة بتتأخر إحنا الاتنين بنتحاسب. جلال ياخد نفس ويبصلها بنظرة الأب الروحي. بص يا منى، أنا مقدر قوي تعبك وإنتي من الناس اللي شايلة الشغل على كتفها، بس حسن برضه ليه ظروف وعنده بيت ومسؤوليات وما ينفعش نضغط عليه زيادة، وبعدين قطع الأعماق ولا قطع الأرزاق. منى تسأله بهدوء بس يا فندم هو كده مش بيتحاسب وأنا بتسحق، هو عشان قلبك طيب تحملني أنا فرق شغله كمان؟ جلال يهرب من السؤال، هحاول أوزع الشغل أحسن، بس استحملي معانا شوية، انت عارفة ظروف الشركة. وتخرج منى من الأوضة وهي حاسة إنها غلطانة إنها اشتكت، مع إنها أكتر واحدة مظلومة في المعادلة. المشهد الرابع، دار إيواء وظيفي. مع الوقت منى بدأ يجيلها إحساس غريب، إحنا مش تيم عمل، إحنا دار إيواء. الموظف اللي مش منتج بيتساب عشان ما نقطعش رزقه، الموظف اللي بيموت نفسه يتقاله انت قدها، انت بنتنا المعتمدة. اللي بيطلع عينه بياخد شكر بالكلام، واللي قاعد يتفرج بياخد نفس الأمان الوظيفي بنفس المرتب يمكن بزيادة. الشركة بقت عاملة زي بيت كبير، في ناس قاعدة على الكراسي لمجرد إن الكرسي اتحجز باسمهم، مش عشان بيضيفوا حاجة، متحف للكراسي المشغولة مش أكتر. المشهد الخامس، لما الحساب يجي على الكل. الأرقام بدأت تقع، العميل الكبير اشتكى من التأخير، التكلفة زادت، الربح قل، الإدارة العليا بدأت تتحرك. إحنا محتاجين بلان تقشف ونقيم مين المنتج ومين لأ، مش معقول التيم بالحجم ده والنتائج كده. جلال اتزنق، اللي سابه سنين يحصل طلع له دفعة واحدة. الطلب ريبورت بالأرقام، وين بيعمل إيه، مين مسك كام بروجكت، مين الأوتبوت بتاعه عامل إزاي. طلع الأسود على الأبيض، منى شايله شغل مضاعف، حسن إنتاجيته تكاد تكون صفر، وفي النص باقي التيم متوزع بين كده وكده. الإدارة العليا سألت السؤال اللي كان لازم يتسأل من زمان، إزاي ده مكمل لحد دلوقتي
وإزاي دي لحد دلوقتي مش واخدة بوزيشن أعلى أو تيم يساعدها. جلال حاول يبرر: أصل حسن قديم في الشركة ومعانا من زمان ومش عايزين نظلمه، وبرضه منى قدامها فرص تتطور. الرد جه بارد وصريح: الظلم الحقيقي مش إنك تمشي حد مش بيشتغل، الظلم إنك تسيبه مكانه وتخلي غيره يشيل شغله وشغل نفسه لحد ما يتحرق. المشهد السادس: القرار اللي اتأخر. اتعملت جلسة بيرفورمنس حقيقية مش تمثيلية. حسن اتقال له بوضوح: انت انتاجيتك قليلة جدا، قدامك خطة تحسين لمدة 3 شهور فيها تريننج ومتابعة وأهداف واضحة، يا تلتزم يا هنضطر ننهي التعاقد باحترام. ومنى اتقال لها: انت شايفين حجم اللي بتعمليه وحقك ان الشغل يتوزع صح وان يبقى ليكي دور أكبر وتأثير أكبر، مش معنى انك شاطرة اننا ندفنك تحت الشغل. في الآخر حسن ملتزمش بالخطة واتنهى التعاقد معاه باحترام ومع تعويض محترم يساعده يبدأ من جديد. الشركة ما أفلستش والسما ما وقعتش، بس حصل فرق. التيم بقى شايف إن في عدل، إن اللي بيشتغل بيتشكر بجد، واللي مش عايز يشتغل بيتقاله شكرا لحد هنا. الخلاصة: خلينا نكون واضحين حتى لو الكلام يوجع شوية. الشغل مش دار أيتام، ولا دار مسنين للموظفين اللي ركنوا بدري، ولا متحف للكراسي المشغولة بس. الموظف اللي إنتاجيته صفر مش ضحية دايما، أحيانا يكون محتاج مساعدة، تدريب، وضوح، وأحيانا يكون واخد الشغل استراحة رزق ومطمن إن محدش هيحاسبه. والمدير اللي سايبه مش دايما رحيم، ساعات بيبقى كسل إداري، خايف يواجه، خايف يزعل حد، فيعلق حمل المقصر على ظهر المجتهد. الجملة اللي بنستخدمها كتير: قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، اتسحبت من مكانها. لا الشرع ولا العقل قالوا سيب المقصر مكانه عشان ما تزعلوش، واضغط على اللي بيشتغل عشان قلبك طيب. الرحمة مش فوضى، والعدل مش قسوة. الظلم الحقيقي إن المقصر يكافئ بالبقاء والمجتهد يعاقب بالإنهاك. رسالة للمدير: لو أنت مدير، اسأل نفسك بصراحة، فريقك مكان شغل ولا دار إيواء وظيفي؟ بتدي فيدباك واضح ولا سايب الدنيا سايبة لحد ما الانهيار يجي فجأة؟ بتدي فرصة حقيقية للناس تتحسن بوقت وتدريب ولا بتتغاضى لحد ما الكل يغرق؟ الإدارة الواعية بتواجه بوضوح من غير تجريح، بتدي فرصة تحسين حقيقية بوقت وجدول واضح، وبعدها بتاخد قرار من غير ما تمثل طيبة ومن غير قسوة استعراضية. رسالة للموظف: ولو أنت موظف، اسأل نفسك بصراحة، أنا فعلا بضيف قيمة ولا قاعد على كرسي وخلاص؟ ولو الشركة كلها زي شغلي، هتكمل ولا هتقفل؟ ولو أنت من الناس اللي شايلة شغل غيرها، حقك تزعل، بس الأهم إنك تفهم إن المشكلة مش فيك، المشكلة في إدارة سايبة الدار مفتوحة لغير المنتجين وقافلة باب التقدير في وش اللي بيشتغلوا بضمير. النهاية: الشركات اللي عايزة تكمل بجد مش محتاجة قلوب طيبة بس، محتاجة ظهر مستقيم في القرار. فريق العمل مش دار إيواء وظيفي ولا مخزن أرواح ملهاش دور، يا تضيف قيمة يا تسيب مكانك لحد يقدر يضيف قيمة. غير كده مش إدارة، ده تأجيل لانهيار جاي بس لسه محدش حدد ميعاده. أنا زتونة، سامحوني لو قسيت شوية، بس في عالم الشغل في قسوة تشفيه وفي طيبة بتقتل بالبطء. لو الحلقة دي فكرتك بشركتك أو بزميل أو بمدير، ابعتها له، يمكن تبقى أول خطوة إن المكان يرجع شركة مش دار إيواء.